بعض الاغذيه اللي احنا لقيناها فعلا بترفع المناعه وبتفيد مادي جدا هؤلاء المرضى. نمره واحد، كل المشروبات الطبيعيه الناس ناسياها، يبقى التبي والبردقوش ورق الجوافه والريحان ونحط فيه الاكل زنجبيل رائع. اثنين، الثوم ونحط تحتيه 1000 خط. الثوم ده هام جدا الفتره دي، وهناكله طازج ومش واحده ولا حبتين ولا نبلعه، نقطعه قطع صغيره وننثره على اي طعام ناكله من 2 ل 8 في اليوم على حسب الاحتياج وعلى حسب العمر. بعد كده البصل الاخضر هنسميه الطبيب الاخضر صديقنا في فصل الشتاء، ومرتين 3 في اليوم ناكله، وما يهمش ابدا ان احنا الاطفال الصغار نقطعه زي شرايح البطاطس كده ونرميها عليها. حاجه بعد كده برضو ان احنا لازم نهتم جدا بالاغذيه اللي فيها فيتامين الف حسب الموجود في السوق. عندنا النهارده في الجزر، وعندنا الفلفل الاصفر، وعندنا كل ورق اخضر، وهنرجع تاني للورق الاخضر. هام جدا للشتاء، بيديني الياف وبيديني فيتامين سي وبيديني حمض الفوليك، الهام جدا لمرضى الحساسيات. وكمان هيدخلنا في حاجه ثانيه، الحاجات الخضراء بقى، احط الفجل والجرجير والبروكلي، المجموعه دي كلها مع الكروم بيدوني ماده بتحافظ على اتساع المجال الهوائيه الضيقه سواء في الشعب الهوائيه وحتى في الانف، فبتخلي المجاري واسعه وما بتنسدش بسهوله. بعد كده كمان فيتامين سي، مش بس الليمون والبرتقال، لا ده احنا عندنا الجوافه دلوقتي متوفره، وعندنا البرتقال، وعندنا قبلها كمان قبل البرتقال عندنا الفلفل بالوانه، وعندنا البروكلي مره ثانيه، وعندنا البقدونس، والحاجات كلها الخضراء دي كلها بتديني فيتامين سي وفيتامين الف. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. نتمنى الناس كلها تبعد عن التدخين وتبعد عن الملوثات بقدر الامكان، وغسل الانف رائع جدا بيخلصني من الاتربه والملوثات اللي في الانف اولا باول. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه، بنشكرك شكرا جزيلا جدا. اشكرك شكرا جزيلا. ازاي الصحه، ازاي الحال، ازاي الصحه، ازاي الحال، طبعا حلو وعال.